طيب النهارده هنتكلم عن 5 killer ECGs لازم تكون عارفهم في الA&E كأي طبيب طوارئ. أول حاجة هو عيان 31 سنة جاي بيشتكي من exertional dizziness، مفيش معاه أي chest pain، مفيش short of breath، مفيش lower limb edema، هو بس 31 سنة جاي معاه exertional dizziness. عملت له ECG. خلينا بس نقول كده على جنب، أي عيان جاي لك بأي exertional symptoms زي exertional dizziness، exertional syncope، أي exertional chest pain، أي حاجة من الحاجات دي لازم تعمل له ECG من ضمن الwork up بتاعك. فأنت عملت له الECG نتيجة لأن هو جايب exertional dizziness، لقيت إن هو زي ما إحنا شايفين كده في الECG. لو جينا بصينا على الV5 والV6 بنلاقي إن هو في left ventricular hypertrophy، الprecordial voltage بتاعتها عالي. لو جينا عدينا عدد المربعات كده في الV5 هنلاقي مثلا 1 2 3 4 5، أكتر من 5، فبالتالي في increase للprecordial voltage. بلس ان لو جينا بصينا على الكيو ويف اللي موجوده في اللاترال ليدز برضو، اللي هم الليد الاولاني ليد 1 والاي في ال والفي 5 والفي 6، لو جينا بصينا كده هنلاقي ان في كيو ويف موجوده. الكيو ويف دي الكاركتر بتاعتها ان هي نارو كيو ويف موجوده بس على اللاترال ليدز. لو جينا بصينا على الاذر ليدز مش هنلاقي ان فيها الكيو ويف. هقف هنا لحظة واحدة لأن أنا عارف إن في كتير أوي مننا مش عارفين الفرق ما بين الQ wave العادية. إحنا عارفين إن أي ECG فيه QRS complex. طب ما أي ECG كده معناه كده إن فيه Q wave. إمتى إمتى الQ wave دي تكون حاجة normal وإمتى تكون حاجة abnormal؟ نيجي نبص كده على الفرق ما بين الQ wave في الnormal والabnormal. الnormal Q wave بتبقى دايما موجودة عادة في اللاترال leads، دي حاجة عادية خالص موجودة في الليد 1 والاي في ال والفي 5 والفي 6 في اللي هو الايه اللاترال ليدز، ولكن يشترط ان هو يكون الكاركترز بتاعتها ينطبق عليها الثلاث حاجات دول. وهم اول حاجه ان هي لازم تكون سمول اند نارو، تاني حاجه ان لازم الديوريشن بتاعتها تكون اقل من 40 ملي سكند، تالت حاجه ان الدبث بتاعها يكون اقل من 2 ملي متر. خلينا كده نبص على الاي سي جي هنا كده. طيب هنا ينطبق عليها ان هي موجوده في اللاترال ليدز. تاني حاجه ان هي نارو، ولكن الفرق بقى ان هي هنا ديب اكتر من 2 ملم. طيب اكتر من 2 ملم، المربع الواحد الصغير ده بيكون 1 ملم، يعني مربعين يكون 2 ملم. انا شايف هنا ان هي اكتر من مربعين، ده احنا على الاقل بنتكلم في 5 مربعات صغيره، فبالتالي دي تعتبر ديب وديب قوي كمان، بنسميها داجر لايك كيو ويف. يعني هي ينطبق عليها الحاجات بتاعه النورمال، ولكن الشيء الوحيد الابنورمال بتاعها ان الدبث بتاعها اكتر من 2 ملم، فبالتالي هي بقت ابنورمال كيو ويف. طيب اي حاجه غير الثلاث كاركترز دول تعتبر ابنورمال كيو ويف. طيب انما زي ما قلنا في الكيو ويف بتاعه الحاله اللي قدامنا دي، ان هي بتكون موجوده في اللاترال ليدز، بلس ان هي بتكون ديب اكتر من 3 ملم، نارو زي اللي هو العادي زي النورمال، ثالث حاجه بتكون ان هي شارب او داجر لايك. طيب احنا سمعنا قبل كده ان في الام اي او المايوكارديال انفارشن دايما بيكون في معاها كيو ويف، او يعني احيانا بيكون معاها كيو ويف. طيب ايه الفرق ما بين الكيو ويف بتاعه الام اي والكيو ويف بتاعه الحاله دي والكيو ويف بتاعه النورمال؟ احنا اتكلمنا عن النورمال واتكلمنا عن الكيو ويف بتاعه الحاله دي اللي احنا لسه هنقول هي عباره عن ايه. وهنا الكيو ويف بتاعه الام اي، الكيو ويف بتاعه الام اي هي بتكون وايد اند ديب، وبتفولو الكرونري ارتري تيريتوري. يعني ايه؟ يعني لو كانت الام اي ماسكه الانفيرور ليد فهتكون في الليد الثاني والثالث والاي في اف. لو كانت في الانتيريور ليدز فهنلاقي الكي ويف موجوده في الفي 1 والفي لحد الفي 4. لو كانت الام اي موجوده في اللاترال ليد فهتكون في الليد 1 واي في ال والفي 5 والفي 6. طيب الفرق بقى هنا، طب ما هي ممكن تيجي لي في اللاترال ليدز زي ما هي في النورمال او في الحاله اللي عندنا دي. طيب ازاي افرقها ما بين دي؟ قلنا ان هي بتكون وايد، قلنا ان هي بتكون اكتر من 40 ملي سكند، بلس ان هي بتكون ديب يعني اكتر من 3 ملم، يعني اكتر من 3 مربعات. تمام. طيب هنرجع تاني بقى للحاله اللي عندنا. احنا قلنا ده عيان عندنا عنده 31 سنه جاي لك بس باكزرشنال ديزنس. بصيت على الاي سي جي بتاعه لقينا ان هو الكيو ويف موجوده ابنورمال كيو ويف، ولكنها نارو كيو ويف مش الكيو ويف بتاعه الام اي. العيان ده ما فيش معاه تشيست بين خالص، فمش ما فيش معاه الكاركترستيك بتاعت ان هو يكون كاردياك تشيست بين او حاجه من الحاجات دي. بلس ان هو في البريكورديال فولتج زياده في اللاترال ليد
leads اللي هو في V5 والV6 واللي بنسميه left ventricular hypertrophy. ده حاجة تسمى الهوكم أو HCM اللي هو Hypertrophic Cardiac Myopathy. وده المشكلة فيه إن بيكون ده حاجة inherited cardiac disorder وبيكون سبب في sudden cardiac death في young people. لذلك العيان اللي قدامنا ده 31 سنة جاي لك exertional dizziness نتيجة لأن الاوت فلو تراكت بتاعت الليفت ventricle مسدودة أو ضيقة. فلما العيان يجي يعمل exertion أي نوع من أنواع الexertion سواء بقى بيلعب كورة بيعمل أي حاجة من الحاجات دي هتلاقي إن هو مفيش دم كفاية بيوصل للمخ، مفيش دم كفاية بيوصل لبقية الأعضاء، فبالتالي يبتدي يحس بالديزنس، ممكن يحصل له سينكوبي، ممكن يحصل له سيجرز، ممكن يحصل أي حاجة تانية نتيجة لنقص الفلو للبلود اللي بيوصل للبرين. وبالتالي ده بيكون سبب من أسباب السودن كاردياك ديث في اليونج بيبول. يبقى في predisposed to obstruction للليفت ventricular outflow tract و exertional presyncope أو syncope في 25% من الحالات. والعيان ده احنا محتاجين نعمل معاه ايه؟ العيان ده محتاج يتعمل له admission، محتاج يتعمل cardiac monitoring لأنه ممكن يحصل obstruction للفلو في أي لحظة العيان يدخل مننا في sudden cardiac death. العيان محتاج يتعمل له ايكو، في الايكو هنلاقي فيه asymmetrical thickening للinterventricular septum بتاعه، ومحتاج طبعا نعمل له MRI. الMRI هيشوف لي الستراكشر بتاع الهارت. احنا عارفين الهارت ده عبارة عن soft tissue او عبارة عن muscle وفالف، هيرسم لي الستراكشر بتاع القلب. هنلاقي ان في asymmetrical thickening للinterventricular septum واللي بيشخص العيان ده. وبعد كده المانجمنت بتاعه ده مش بتاعك انت كواحد بتاع طوارئ، المانجمنت بتاع الناس بقى بتوع الكارديولوجي بقى او الكارديوثراسيك ايا كان. انا مش مشكلتي، ما يشغلنيش الكلام ده كله. المهم معايا ان العيان ده لما يجي لي شخص صغير في السن 31 سنه او في الرينج ده وجاي لي ب exertional symptom syncope presyncope dizziness اي حاجه من الحاجات دي، اعمل له الاي سي جي الاقي الكاركتر دي اللي موجوده، بالتالي العيان ده لازم يتعمل له الادميشن ويتعمل له الحاجات التانيه. وقلنا ان الحاله دي اسمها الاتش سي ام. ندخل على تاني حالة أو تاني اي سي جي من الاي سي جيز اللي انت ما ينفعش ما تكونش عارفهم في الاي ان اي. هو عيان عنده 20 سنة جاي لك بالبالبيتيشنز، وهو لما كل ما بيحس بالبالبيتيشنز دي بيجي يحط اللي هو الساتس بروب في صباعه اللي هو بتاع الاكسجين ساتوريشن، بيجي يلاقي ان البولس بتاعه عالي. بيقول لك ان البولس بتاعه ممكن يوصل 120 130 ممكن اقل ممكن اكتر، ده وقت ما هو بيلقطه يعني. في واحد تاني ممكن يبقى هو معاه اي سمارت ووتش برضو ساعات بتدي اليرت كده ان الهارت ريت بتاعك اعلى من الطبيعي، فتيجي تعمل له اي سي جي تلاقي الاي سي جي بالشكل اللي قدامك ده. طيب تيجي نبص على الاي سي جي هنلاقي البي ار انترفال اقل من 120 ملي سكند. نيجي نبص على البي ار انترفال ولنفترض مثلا في الليد، مثلا نفترض في الليد الثاني البي ار انترفال اللي هي من بدايه البي ويف لحد بدايه الكيو ويف، الحاله دي بتكون اقل من 120 ملي سكند. بلس الرايز بتاع الكيو ار اس كومبلكس بيكون سلورنج وسلو، ودي اللي بنسميها الدلتا ويف اللي هو بيكون بالشكل ده. انا جايبه لك هنا، بص ده شكل النورمال كوندكشن، بتبقى هنا البي ويف وبعد كده بيبقى في فتره الايزو الكتريك لاين وبعد كده بيبتدي ان هو يطلع الكيو ار اس كومبلكس. انما في الحاله دي بتيجي تلاقي ان في الشورت بي ار اللي هو من بدايه البي ويف لحد بدايه الكيو ار اس كومبلكس بتكون قصيره، وان الدلتا ويف بيكون شايف اللي هو السلارت رايزنج بتاعت الكيو ار اس كومبلكس بالطريقه دي، وبالتالي ان الكيو ار اس بيكون كبر في الوقت بتاعه، وبالتالي بنسميه وايد كيو ار اس. يبقى ان البي ار بتاعته بتكون قصيره، الدلتا ويف بتكون ظاهره، الكيو ار اس بتاعه بيكون برولونجد اكتر من 110 120 ملي سكند. اس تي سيجمنت ساعات بيكون في معاها ايه تشينجز، ودي الحاله اللي بنسميها الولف باركنسون وايت سيندروم. طيب الكلمتين كده على جنب ان الولف باركنسون وايت سيندروم ده عباره عن congenital accessory pathway، يعني بيكون في accessory pathway ده النورمال هارت ستراكشر. هنا بيكون الاس اي نود بتوصل الالكتريكال اكتيفيتي بتروح للاي في نود وبعد كده منها للبوندلز وتبتدي ان هي تتوزع على باقي الهارت. انما هنا المشكله ان هو بيكون في اكسسوري باثواي، الاكسسوري باثواي دوت كانه عمال بيعمل بري اكسايتيشن، عمال بيلف في دوائر عمال يعمل اكسايتيشن للهارت بشكل غير طبيعي، بالتالي بنسميه كونجنتال اكسسوري
pathway congenital يعني ممكن يكون بيتولد بيه. complaining بالابيثود اوف تاكي اريثميا، العيان بيجي بيشتكي لك بيقول لك ان هو عنده ساعات بيجي له palpitation، يجي يشوف في السمارت ووتش، يجي يشوف في الساتس بروب او ايا كان هو الطريقه اللي هو ممكن يشوف، بيلاقي ان هو الهارت ريت بتاعه عالي. الاكسسوري باثواي ده مشكلته ان هو ممكن ينقل الويفز او الالكتريكال ويفز، ممكن تكون anterograde بتكون toward الفنتريكلز، او ممكن تكون retrograde ان هي عماله بترجع تاني away from the ventricle، او ممكن تكون للبوث دايركشنز، يعني الويفز دي ممكن تكون عماله بتنزل لتحت او ممكن تكون عماله بترجع لفوق. وبالتالي كأن العيان كده بيخش كده في سيركل من الابنورمال كوندكشن للالكتريكال ويفز في الهارت، ويحصل له ايه؟ تاكيكارديا. مشكله حاجه زي كده ان هو ممكن يخش في اي نوع من انواع التاكي اريثميا، ممكن يخش في في تاك، ممكن يخش في الفي اف، الكلام ده كله، والعيان يضاي sudden cardiac death في اي لحظه. يبقى زي ما لاحظنا في الحاله دي العيان بيكون يونج ايج، لان المشكله عنده اصلا بتكون كونجينيتال، والعيان حتى ممكن يجي الموضوع ده ممكن يحصل له اتريست، ممكن بدون اي حاجه خالص يحصل له المشكله دي. طيب العلاج بتاع الحاله دي قولا واحدا بيكون مع بتوع الكارديولوجي ان هو العيان محتاج يتعمل له ابليشن. يعني ايه؟ يعني ان انا احرق الاكسسوري باسواي. انا في عندي هنا اكسسوري باسواي، انا هقوم رايح السعه احرقه، فيبقى انا وقفت الكوندكشن في خلال الباثواي ده، والدنيا تتظبط مع العيان ده بمجرد ما احنا محتاجين بقى نعمل شويه فولو ابس والكلام ده كل الكلام ده مع بتوع الكارديولوجي ما يشغلنيش انا كواحد بتاع طوارئ او بتاع اي. انا يهمني ان انا القط العيان ده يونج ايج، جاي لك بتاكي اريثميا، عملت الاي سي جي، لقيت الشورت بي ار انترفال، لقيت الدلتا ويفز اللي هي السلارد رايزنج بتاع الكيو ار اس كومبلكس، لقيت ان الكيو ار اس بتاعته بتكون اكتر من الطبيعي، اكتر من 110 ملي سكند، وساعات بيكون فيها تي ويف بتكون ممكن ايه يكون فيها تشينجز. طيب ثالث حاله من الحالات اللي انت ما ينفعش ما تكونش عارفها في الاي ان اي، ولو وصلت لهنا لو سمحت انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي، وممكن تسيب لي كومنت باي سؤال انت عايز تساله لي، ممكن تعمل شير للفيديو ده لو انت حاسس انك انت استفدت منه او هتستفيد منه. صدقني والله العظيم هي 5 حالات بس احنا هنقولهم، ولكن ممكن يفرقوا مع العيان بتاعك حرفيا. انت بتتكلم في عيان يونج ايج، ممكن يكون عنده 25 سنه، ممكن يكون عنده 30 سنه، انت ممكن تلحقه بالطريقه دي. طيب نخش على ثالث حاله ما ينفعش ما تكونش عارفها في الاي ان اي. هو عيان عنده 65 سنه جاي لك باتيبيكال تشيست بين، يعني ممكن تشيست بين مش اللي هو الكراشنج تشيست بين او السنترال تشيست بين اللي هو الكاردياك تشيست بين. لو جاي لك باتيبيكال تشيست بين، جاي لك في معاه بالبيتيشنز، في معاه شورت اوف بريث، في معاه بايلاترال لور ليمب ايديما، العيان ممكن ما يكونش في عنده اي تمبتشر او اي حاجه. طيب نيجي نبص على الاي سي جي اللي قدامنا، هنلاقي ان الاي سي جي واضح ان هو في ساينس تاكي، في تاكي كارديا، الريت بتاعه بيبقى اكتر حوالي 120 او اكتر. تاني حاجه ان بنيجي نبص على الكيو ار اس فولتج بتاعتها في كل الليدز بنلاقيها ان هي صغيره، الكيو ار اس المفروض تكون اكبر من كده، هنا بتكون اقل من الطبيعي. تالت حاجه واللي بنسميها وبتكون كاركترستيك للحاله دي اسمها الكتريكال اورتونانس. الكتريكال اورتونانس معناها ان هو لو جينا بصينا على الكيو ار اس كومبلكس مثلا، هنا هتلاقيها ان هي قصيره، هنا بعد كده بدات تبقى طويله، بعد كده هنا رجعت قصيره تاني، هنا رجعت طويله، يعني كأن بيحصل فيه تبادل للالكتريكال اكتيفيتي، شويه تبقى قصيره شويه تبقى طويله، ودي اللي بنسميها الكتريكال اورتونانس، ودي حاجه كاركترستيك للبريكارديال افيوجن. طيب انا هفرق دلوقتي كمان شويه ما بين الكاردياك تامبونات والبريكارديال افيوجن بصفه عامه، ولكن لو انت شفت الاي سي جي ده في العيان اللي هو جاي لك باتيبيكال تشيست بين، ممكن اي نوع من انواع التشيست بين بلس ان هو فيه بالبيتيشنز، بيكون في معاه شورت اوف بريث، بيكون في بايلاترال لور ليمبيديما، العيان ما بيكونش فيه تمبتشر، ساعات ممكن يبقى فيه تمبتشر بس في العيان ده ما فيش فيه تمبتشر، تيجي تعمله الاي سي جي تلاقي الالكتريكال اورتونانس واللو فولتج كيو ار اس، يبقى العيان ده حاجه اسمها بريكارديال افيوجن، او ممكن يكون كاردياك تامبونات، ولكن الكاردياك تامبونات ده حاجه ممكن يكون كلينيكال دايجنوزز اكتر شويه مع حاجات تانية ممكن تساعدنا، ولكن العيان ده بريكارديال افيوجن. طيب اللو كيو ار اس، يعني ايه لو كيو ار اس فولتج؟ لو كيو ار اس بيكون لما يكون في الليمب ليدز لما يكون اقل من 5 ملي متر، وفي البريكارديال ليدز اللي هم الشيست ليدز لما يكون اقل من 10 ملي متر. طيب نيجي نبص هنا مثلا على الشيست ليدز بتاعت العيان ده، هنيجي نلاقي هنا المربع الكبير بيكون 5 مليمتر،
أو نُص ملي فولت. نيجي نبُص على الchest leads دي هنلاقي إن هي عبارة عن مربع واحد بس، مربع واحد بس، وبالتالي تعتبر low voltage QRS. طيب هنعمل إيه مع العيان ده؟ العيان ده لازم تعمل له bedside echo. هنيجي نعمل الecho هنلاقي إن في fluid موجود في الpericranial sac واللي بنسميه الpericranial effusion. لو كان العيان ده جاي لك بتروما فيبقى محتاج تعمل له مثلًا حاجة زي open thoracotomy أو تعمل pericardiocentesis. لو كان tamponade نتيجة لmedical cause وينفع تستعمله بالpericardiocentesis يبقى تسحبه بالpericardiocentesis. طيب يعني إيه بقى الtamponade؟ الtamponade معناها إن الheart مش قادر إن هو يpump effectively والterm ده بيكون more related أكتر للacuity بتاعة الsymptoms. طيب أول حاجة في عندنا حاجة اسمها الPEX triad. الPEX triad هو عبارة عن الhypotension والraised jugular venous pressure والmuffled heart sound. لو اتجمع معاك الثلاث حاجات دول يبقى العيان tamponade ولازم تعمل له pericardiocentesis أو أيا كان أنت لازم تريليف الفلويد اللي موجود على الهارت ده. وزي ما قلنا إن الفرق ما بين التامبوناد والبريكارديال effusion هو الاكويتي بتاعت السيمسوم. تامبوناد ده حاجة ممكن يكون clinical diagnosis أكتر والموضوع بيحصل acute. العيانين اللي هم بيبقى عندهم chronic pericardial effusion زي عيانين الكانسر أو غيرهم ممكن تلاقي عنده مثلا في الساك في البريكارديال ساك دي ممكن يكون عنده مثلا ما يقارب ال 500 ملي من الفلويد الموجود، ولكن الموضوع حصل على مدار أيام وشهور وممكن سنين، فبالتالي الموضوع ما بيأثرش عليه. ولكن في العيان بتاع التامبوناد الموضوع بيحصل مرة واحدة ممكن في خلال ساعات، حاجة أكيوت، فبالتالي بنسميه تامبوناد. وده الفرق ما بين التامبوناد والبريكارديال effusion العادي. ولكن قلنا اللي يهمك في الاي سي جي بتاعه هو الشكل اللي انت شفته ده. طيب رابع حالة من الحالات اللي انت ما ينفعش ما تكونش عارفهم في ال A&E وهو عيان عنده 60 سنة، المفروض ان هو رينال بيشنت وعلى داياليسيس وفوت كام جلسة من الداياليسيس، جاي لك بسيفير شورت اوف بريث وفجأة العيان ارستد، اشتغلت معاه CPR، العيان رجع معاك بعد ما انت اديته الكالسيوم جلوكونيت وبتعمل له الفي بي جي ديورنج الارست واللي هو حاجة طبيعية بنعملها وسط الارست، فلقيت ان هو الايه البوتاسيوم بتاعه 6.8. طيب في العيان ده هنيجي نبص على الاي سي جي بتاعه، هنلاقي ان الاي سي جي بتاعه ممطوط، هتلاقي ان هو برادي كاردياك. الفرق ما بين او المسافه ما بين الار ويف والار ويف حوالي، احنا بنتكلم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، احنا بنتكلم في حوالي ان الهارت ريت بتاعه حوالي 30 بيت بير مينيت. هنلاقي ان في البي ويف بتاعته مشدوده او ممطوطه او مختفيه، تكاد تكون مختفيه. البي ار انترفال برضو بتاعته كبيره جدا. الكيو ار اس كومبلكس برضو واسع اكتر من الطبيعي. والتي ويف بتاعته برضو في الليد من ال V2 لل V5 بنسميها a peaked T wave. دي الاي سي جي تشينجز اللي بتحصل مع اي عيان هايبر كاليميك. طيب العيان ده احنا محتاجين نعمل له ايه في الميجرز بتاعت الهايبر كاليميا؟ العيان ده انت محتاج تديله كالسيوم جلوكونيت، الانسولين والجلوكوز، وفي الغالب كمان لو العيان ده ما بيجيبش بول يبقى في الغالب هيكون محتاج داياليسيز، لان البوتاسيوم العالي ده هيروح فين؟ ما انت محتاج تغسل. تمام. وحابب بس افكركم ان انا كنت عامل قبل كده فيديو عن الاي كي اي، ممكن ترجعوا له، بحاول احطه في الاي اللي بتظهر فوق بحيث ترجعوا للفيديو بتاع الاي كي اي. والعيان ده نتيجه لان هو بيكون اوفرلودد ممكن يبقى فيه علامات اليوريميا. اليوريميا ممكن يكون في معاها البريكارديال افيوجن، برضو اليوريميك بريكارديال افيوجن، واللي في الغالب ممكن تكون محتاج تعمل له داياليسيس او انت محتاج انك انت تسحب الفلويدز اللي موجوده زياده على الهارت. بعد كده هنيجي لخامس حاله والاخيره من الحالات اللي انت من الاي سي جيز اللي ما ينفعش ما تكونش عارفها. هي مش كتير قوي بنشوفها، ولكن مهم قوي تعرفها لان هي بتيجي في عيان يونج ايج زي اول اتنين احنا اتكلمنا عنهم. وهو عيان عنده 44 سنه جاي لك بسينكوبي، او زي ما احنا قلنا قبل كده اي عيان جاي بسينكوبي خاصه لو اكسرشن، بس العيان ده مش اكسرشنال جاي بسينكوبي، بس من ضمن الورك اب اللي احنا محتاجين نعمله بنعمله اي سي جي. طيب العيان جاي لك بسينكوبي، العيان ده الاثنيك جروب بتاعه ان هو ايجن ميل. بتيجي تبص على الاي سي جي بتاعه، يعني لاول وهله من بعيد كده الاي سي جي شكله ممكن يبقى كويس، ممكن يكون فيه يعني الشبه أو شويه الرايت باندل برانش، ولكن لو جينا دققنا شويه في الفي 1 والفي 2 وساعات الفي 3، ولكن خلينا هنا في الفي 1 والفي 2 هنلاقي فيه الاس تي اليفيتد شويه، والتي ويف بتكون نازله بالشكل ده، يعني في سلوب كده داون وورد سلوب للتي ويف.
والST elevation ده بيكون حوالي أكتر من 2 مليمتر، والT wave بتكون inverted. الحالة دي بنسميها البورجادا سيندروم. طب هل هو ده شكل الECG الوحيد اللي احنا ممكن نشوفه في البورجادا؟ للأسف لأ. في 3 types من الECGs أو من الأشكال اللي انت ممكن تشوفها في البورجادا. أول تايب واللي هو أسهل تايب إنك انت ممكن تشوف اللي هو الST elevation أكتر من 2 مليمتر، وبعد كده نازلة الT wave كأنها inverted، وده بيكون دايما احنا بنبص على الV1 والV2 في البورجادا. النوع الثاني بيبقى الST elevation برضو 2 مليمتر، وبيبقى السادل شيبد اللي هو شبه بتاعه الحصان اللي هو بتكون على ظهره. النوع الثالث ان هو الاليفيشن بيكون اقل من 2 مليمتر، ولكن برضو لسه موجود ايه الاليفيشن دول. طيب كلمتين كده على جنب. العيان ده بيكون اريثموجينيك صوديوم تشانلوباثي، عنده مشكله في الصوديوم تشانل، ودي بتحصل نتيجه لميوتيشن في واحد من الكاردياك صوديوم جينز. تاني حاجة ان هو بيكون common في الايجن ميلز، والبرزنتيشن بيكون around the age of 40. البرزنتيشن بيكون بتاعه على شكل ventricular tachycardia، او ممكن يقول لك بالVF، وممكن يرجع معاك عادي فتيجي تعمله الECG تلاقي الECG بالشكل ده. او ممكن يكون العيان البرزنتيشن بتاعه زي الحالة بتاعتنا دي، ان هو 40 سنة جالك بيه paroxysmal syncope، كذا مرة عمال ايه بيحصل له syncope في situations مختلفة. ممكن يكون في seizure like events، ممكن يكون في معاه nocturnal agonal respiration. يبقى العيان ده ممكن تشك ان هو يكون بروجادا، تعمله الECG هتلاقي ايه تايب من الثلاثه دول. طيب الECG ساعات ممكن يكون نورمال، ممكن يكون نورمال كومبليتلي، يعني عيان جالك بالسينكوبي، الباروكسيزمال سينكوبي والسيجر لايك ساعات والكذا، او ممكن يكون جالك بالفي تاك او الVF، بس تيجي تعمل له الECG تلاقي الECG بتاعه نورمال عادي. طيب امتى هشك ان العيان ده ممكن يكون بروجادا حتى لو الECG بتاعه عادي؟ لانه في نسبه بسيطه من العيانين، حوالي تقريبا 10% او 5% ممكن يكون الECG بتاعهم نورمال. اللي يخليك انك تشك في العيان ده ان هو يكون في بوزيتيف فاميلي هيستوري. تمام. بوست فاميلي هيستوري يعني ان هو يكون مثلا حصل sudden cardiac death لاي ممبر من الفاميلي اقل من 45 سنه، ان هم يكون دوكيومنتد عندهم ان هم كان في تايب 1 ECG باترن في الفاميلي ممبر اللي هو اللي مات ده، او حد تاني كان عنده الموضوع ده حتى لو كان لسه عايش. يبقى بالتالي بيخلينا نشك في العيان ده. ممكن يكون في arrhythmia related symptoms، زي ممكن يكون في cardiac syncope، ممكن يكون في seizure like events، ممكن يكون في nocturnal agonal respiration. ثالث حاجه ان هو يكون في documented ventricular arrhythmia قبل كده، زي ان العيان ده جالك قبل كده المستشفى بفي تاك او جالك بVF قبل كده، حتى لو كان الECG بتاعه نورمال بس جالك اكتر من مره من الموضوع ده، يبقى ساعتها ممكن تشك ان العيان ده يكون بروجادا، ولكن محتاج تinvestigate مور. طيب هنعرف ازاي ونعرف نطلعه ازاي من بين وسط الناس التانية عشان اقدر اشخصه؟ بديله حاجه تعمل بلوك للصوديوم تشانلز، وبنسميها صوديوم تشانل بلوكينج ايجنت. ده في الغالب بيكون حاجه زي الفليكينايد، بيساعد هو يانماسك الكونسيلد بورجادا باترن. يبقى احنا بنستخدم الفليكينايد في العيان ده علشان يساعدنا في ان احنا نشخص الحاله، وليس ان احنا نعالج الحاله، لان الفليكينايد ممكن يكون اريثموجينيك، ولكن هو هنا في العيان ده بيكون في بريكوشنز معينه، بيكون معانا الDFib ومعانا كل حاجه جاهزه في الاوضه اللي شغالين فيها، ان العيان ده ممكن في لحظه ممكن يحصل له اريثميا واحده، بنحاول نشخص العيان ده. وده طبعا ما بيكونش فيه الANE، بيكون مع بتوع الكارديولوجي. اللي يهمني في العيان ده ان انا القط عيان سن صغير، في الغالب بيكون ايجن او ممكن ما يكونش ايجن، ولكن الECG بتاعه بالمنظر ده او اي حاجه من الثري تايبس دول. تمام. والECG ساعات ممكن يكون نورمال، ولكن ان هو جالك بريكورنت مثلا في تاك او VF، او يكون في عنده فاميلي هيستوري لحاجه زي كده، او ممكن يكون كاردياك سينكوبي، اقدر ان انا اشخصه واريفير لي الكارديولوجي وهم يشخصوه. اخيرا لو وصلت هنا لو سمحت اعمل لي سبسكرايب، هنزل فيديوهات من بالشكل ده كتير. يا رب ان شاء الله نكون استفدنا. سلام.